السبب الشعوري ورا الإكزيما أو جفاف الجلد بمعنى تاني، ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. معايا أنا رانيا يحيى من روني كير. يلا أقول لكم الأول خالص يعني إيه إكزيما. الإكزيما هي عبارة عن التهاب في الجلد أو جفاف في الجلد، بيجي على شكل التهاب أو حكة أو احمرار، أو بس بيكون مجرد جفاف وشعور غير مريح بالمرة. طيب، زي ما اتكلمنا الفيديو اللي فات ان احنا بنعرف اي علاج لاي مشكله سواء في البشره او في الشعر في روني كير بنعالجها على مستويين: المستوى الشعوري والمستوى الخارجي او السطحي. المستوى الشعوري وده اللي هنتكلم عنه في فيديو النهارده، ان ليه بيحصل لنا اكزيما، ايه المشاعر اللي بنحس بيها فبالتالي بتظهر علينا الاكزيما او جفاف الجلد. الإكزيما بتظهر لما بكون عندي افتقاد قوي جدا لشخص ما في حياتي، بس أنا مأذية في نفس الوقت من الشخص ده، سواء مأذية إن أنا مش عارفة أوصله أو مش عارفة أتلم عليه، بنقولها كده في مصر، أو إن أنا مش عارفة إن أنا أتقبل شعوري إن هو وحشني الشخص ده، مأذية منه بشكل قوي. اختصار ان الإكزيما بتيجي نتيجة افتقاد شديد جدا مع عدم ارتياح ومع تأذي في نفس الوقت، الشعورين متبادلين. يعني انا الشخص ده وحشني وفي نفس الوقت الشخص ده سواء انا متضايقه من شعور ان هو وحشني او ان انا متضايقه من الشخص نفسه فان هو ما ينفعش يوحشني. في الحالتين دول بحس بالضعف، بحس بالغضب، بحس بقله القيمه. فعشان كده بيظهر على الجلد كإشارة من جلدنا ان انتي حاسه بالمشاعر دي، قدامك حل من حلين: يا تتقبليها يا تتخلصي منها. وبنتخلص منها عن طريق ان احنا بنتقبلها، بنتقبل احساسنا بمشاعر الافتقاد، بنتقبل احساسنا بمشاعر ان الشخص ده اذاني بس انا وحشني، فبتقبل الاحساس ده، بتقبل نفسي. فالتقبل بيساعد على حل مشاكل كتير جدا سواء في البشرة او في الشعر. في الفيديو الجاي هكلمكم عن ايه العلاج الخارجي للإكزيما او للحساسية.